فجر تحكيمي واضح لصالح الكومبارس، ضربتين جزاء وطرد على دونجا وما بيتحسبوش. انا عايز اقول لك ان هو خلاص الحكام بقى عندها قناعه ان هي ما تحسبش اي ضربه جزاء قدام الفريق الابيض، الفريق الكومبارس، الفريق اللي هو ما فيهوش لعيبه رجاله، الفريق اللي هو اصلا لازم يكسب بالطريقه دي. قال لك لغينا الفار قشطه، ليه؟ عشان الفريق ده زي الفار اصلا، شويه فيران، انت شويه فيران طلعوا منهم فار قال لك هنلغيه، انت فاهم القصه؟ فانا عايز اقول لك يا جدعان اللي بيحصل ده اقسم بالله، عارف انت بلبن، شفت البيستاشيو؟ عارف انت بلبن والبيستاشيو اطعم بكتير من القذاره اللي بتحصل دي بامانه الله يعني. فانا بالنسبه لي يا جدعان انا مش عارف يعني، ويرجع يقول لك ده مظلوميه والاهلي مظلوم والزمالك قصدي مظلوم وعايشين في دور المظلوميه والتحكيم لصالح مش عارف مين. طب في دكر بقى بيطلع يتكلم عن الحالات دي؟ في دكر بيطلع يتكلم على ان مفيش فار؟ في دكر بيطلع يتكلم على ان الزمالك النهارده كان عليه ضربات جزاء وكان عليه طرد؟ مفيش. انما هو بقى لما يجي الاهلي مثلا واحد انت فاهمني اتخبط خبطه كده ولا كده يطلع يقول لك ده في فجر تحكيمي، ده مظلوميه، واصلا المظلوميه السنه دي مش للاهلي، ده البيراميدز، هو مش مركز مع بيراميدز، مركز مع مين؟ مع الاهلي. انما دلوقتي اللي بيحصل ده بيحصل ده عبث كروي، ده مش كاس مصر، ده مش كاس مصر، ده كاس جايبينه كده، عارف انت كاس العذاب، هيحطوا فيه انت فاهمني منقوع براطيش وهيشربوه كلهم، انت فاهمني، عشان يفوقوا من اللي هم بيعملوه ده.